قام رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بزيارة ميدانية إلى مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، ومعه أعضاء المجلس عبد الرحمن العشبي وإبراهيم الفاشق وعلي الصعر ومحمد نجيب، وذلك للاطلاع على الأوضاع العامة في المديرية واحتياجاتها الخدمية والتنموية. وأكد مدير المديرية أن حضور رئيس المجلس إلى المديرية يجسد اهتمام القيادة السياسية بالمناطق الريفية وحرصها على تلمس احتياجاتها الخدمية والتنموية. وأشاد رئيس مجلس النواب بما قدمه أبناء جبل حبشي من تضحيات ومواقف وطنية مشرفة في مختلف المراحل، مؤكدا أن المديرية كانت وما تزال من أكثر المناطق وفاء للجمهورية والثورة والوحدة، وفي طليعة الصفوف المدافعة عن الوطن في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية، داعيا إلى تعزيز وحدة الصف وتجاوز الخلافات، مؤكدا أن اليمن تمر بظروف استثنائية تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف، وأن الاختلاف لا يجر إلا الضعف ويقوض أسس الدولة. وشدد على أهمية تمتين النسيج المجتمعي في المديرية والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق التنمية والاستقرار والأمن، لافتا إلى أن دعم مؤسسات الدولة يمثل الركيزة الأساسية لحماية السلم الاجتماعي وتحقيق العيش الكريم. وفي سياق الزيارة عقد رئيس مجلس النواب اجتماعا مع مدراء المكاتب التنفيذية للاطلاع على أوضاع المديرية وتلمس أولوياتها الخدمية. وخلال الاجتماع حث القيادات الإدارية على الانفتاح على جميع أبناء المنطقة والعمل بروح المسؤولية، مؤكدا أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب تعاونا وثيقا وتحمل الجميع لمسؤولياتهم. وتطرق إلى وضع القطاع الصحي، لافتاً إلى أن المرفق الصحي مستشفى خالد الصقر النموذجي الذي تم افتتاحه بدعم من الأشقاء في الكويت يعد مشروعاً حيوياً للمديرية، وأن تشغيل هذا المرفق سيكون أولوية لما يمثله من أهمية في تقديم الخدمات الطبية والصحية لأبناء المديرية والمناطق المجاورة. كما أكد رئيس المجلس الحرص على استمرار التنسيق مع المعنيين لتحديد ما تحتاجه المنطقة من تدخلات وخدمات أساسية عاجلة، معربا عن أسفه لما تعانيه بعض مناطق المديرية من بقاء الميليشيات الحوثية في أجزاء منها وفي المناطق المجاورة. وخلال زيارته قام بجولة تفقدية في المديرية، حيث زار منطقة المنعوم وتفقد مشروع رأس المال البشري الطارئ الممول من البنك الدولي، مستمعا إلى شرح من القائمين عليه حول مراحل العمل وأهميته في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستوى تقديمها للمواطنين.